الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكل بداية نهاية، وجعل الأعمار لا يعرفها إلا الله، فمنا من يعيش 100 عام، ومنا من يعيش دون ذلك، ومنا من يموت قبل أن يبلغ الحيطان، ومنا من يموت قبل أن يكون بالغا. وأريد في هذه المحطة ونحن في مطار ينقل إلى الآخرة، هذا المكان الذي كلنا سنأتي إليه في يوم من الأيام. نعم، إنها الموت هازم اللذات ومفرق الجماعات. في كل يوم لي حبيب أودعه، فلا أنا أخفوه ولا هو يرجع. إذا أصابتك مصيبة فتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها، فاذكر مصابك في الحبيب محمد. نعم، هذه هي سنة الحياة، هذه هي سنة الخلق، هذه هي سنة الوجود. كل بداية لها نهاية، ولكن تبقى مصيبة الموت في بدايتها صعبة، وخاصة موت الولد. موت الولد أيها الإخوة صعبة جدا، قليل من يستطيع التصبر وقليل من يستطيع أن يصبر. تعرفون أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده ولد عزيز عليه كثيرا يسمى إبراهيم. هذا إبراهيم ابن رسول الله كان يلعب فوق ظهره وهو يصلي، وكان يتمتع النبي بمداعبته وتقبيله. ولكن في يوم من الأيام أراد الله أن يأخذ أمانته، فأرسل جبريل ليعزي محمد، فقال له يا جبريل، فقال له يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك إن ولدك إبراهيم سنتم له رضاعه في الجنة، سنتم له رضاعه في الجنة. فحزن النبي وبكى، ولكن خرجت الدموع من غير أن يصبر، لأن القلب يحزن ولكن الدمعة تخرج. ولكن المطلوب هو أن الإنسان لا يقول إلا ما يرضي الله. إذا الإنسان أصابته مصيبة فعليه أن يصبر. الصبر أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا صبر الإنسان على المصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ينبغي أن نبشره أن الإجابة والبشارة موجودة بعد هذه الآية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا يقول الله؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن احتفل بالحبيب، لأن هذا الولد لم يصبح ابنا لأبيه، إنما هو ولد لكل عائلة بالحبيب. وبحضور السلطات جزاهم الله كل خير، وكبار هذا البلد جزاهم الله كل خير، دليل على أن هذا الولد انتقلت الأبوة إلى كل أبناء تقوت، فقد أصبح وقتا لتقوت. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكتب نهايته أن تكون مشهورة حتى يسمع به كل أبناء تقوت، ويدعو لأبيه ويدعو لأمه ويدعو لكل الذين حضروا. لأقول في هذا المنبر ونحن في المقبرة نقول لأبيه جزاك الله كل خير، فقد سمعنا عنك صبرك، وسمعنا عنك تجلدك، وسمعنا عنك ثقتك بالله، فنستطيع الآن أن نقول لك أبشر بنصر من الله، أبشر بإشارة من الله، أبشر ببشارة من الله، أبشر بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد لك شيئا عظيما. ثم أختم لأقول لكم أيها المصلون أيها المشيعون، هل تعرفون وفاة الابن ما هي في الإسلام؟ الكبير إذا مات بعد موته يحاسب، الكبير إذا مات
بعد موته يحاسب، يفتح له كتابه، يسأل عن الصغير، يسأل عن الكبير، تقول له الملائكة أعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. هذا الكبير. لكن ماذا تقول الملائكة للصبي الصغير مثل هذا الذي نحن أمامه، هذا الولد الذي لم يبلغ التكليف؟ تأتي عنده الملائكة تقول له إن الله يأمرك أن اشترط أنت، فيقول أشترط أن يكون أبي وأمي معي في الجنة. إذن فنستطيع الآن أن نهنئ الأبوين من خلال هذه الجنازة، نهنئهم بالجنة لما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأولاد يسمون عندنا في الدين عراصين الجنة. عراصين الجنة، كما ترون الآن هذا البنيان له عراصين يشده، كذلك هؤلاء الأولاد لن يسكت من بكائه حتى يدخل أبوه إلى الجنة. فهنيئا لأبيه. ولكن نحن جئنا لنحضر هذه الجنازة، طمعنا في هذه الصلاة أن ندخل مع والديه الجنة. هذا هو طمعنا. فعليكم اليوم أيها الإخوة ونحن نصلي في صلاة الجنازة، الحمد لله صلاة الجنازة تصلى على الإنسان الذي خرج إلى الدنيا ولو تكلم زهقة واحدة، هذا يصلى عليه لأن الفائدة في الصلاة. الآن غادي نصلوا على هذا الولد، ندعو الله سبحانه وتعالى. وأنا أشكر القائمين على هذه الجنازة، على هذه المقبرة، على هذه اللوحة، جزاهم الله كل خير. وهي الآن أمامنا جميعا. ما هو الدعاء الذي ندعوه للطفل الصغير؟ الحمد لله هو أمامنا، فندعو الله سبحانه وتعالى بعد التكبيرة الأولى، ندعو الله سبحانه وتعالى بالصلاة المحمدية، ثم ندعو لهذا الولد أن يكون سابقا لأبيه، وأن يكون سببا في دخوله إلى الجنة، وأن يثبت أبويه. هذا الدعاء في الصلاة. ثم ندعو الله سبحانه وتعالى لأنفسنا. إحنا على هذا جايين الآن من أجل الأجر، والأجر تاعنا هو قيراطين من حسنات. القيراط هو جبل أحد مليء بالحسنات لن تستطيع أن تحمله. فالأجر تاع الجنازة اليوم كبير بزاف بزاف بزاف. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، وأن يجعل نهايتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر أيامنا من الدنيا أطيبها، وآخر كلامنا هو الصلاة ولا إله إلا الله. ثم كنكملوا بعد التكبيرة الرابعة راهي كاينة أمة تنتظر فينا، ليس لنا هذا الولد فقط. فما ذنب أولئك الأبرياء الذين ماتوا في فلسطين بالآلاف؟ ما ذنب أولئك الذين ماتوا من غير سبب؟ الحمد لله هذا الولد وجد من يدفنه، ووجد من يصلي عليه، ووجد من يفرح لأبويه بالجنة. لكن ما ذنب أولئك الذين ماتوا في غزة؟ هذه فرصة لندعو لغزة بالنصر، ندعو لغزة بالانتصار، وندعو لأولئك الأولاد الصغار الذين تجاوزوا 40,000 أن يكونوا سببا في نصرة الإسلام. ادعو الله سبحانه وتعالى كذلك للجزائر، هذا الوطن الحمد لله لولا الهناء ولولا الأمن ولولا هذا المحبة الموجودة مات الولد البارحة ودفناه اليوم. لما تتمتع به الجزائريون خاصة أبناء هذه المنطقة من الروح الإيمانية. أبوه لو لم يكن مؤمنا لما استطعنا دفنه اليوم، ولكن الحمد لله هذا دليل على أن الجزائريين كما عندهم وعي اجتماعي، عندهم وعي ديني، وعندهم ثبات، وعندهم إيمان بالقضاء والقدر. اللهم يا رب لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. أشكر العائلة على صبرهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى للوالدين بالثبات، وأدعو الله سبحانه وتعالى للذين شرفوا هذه المنطقة بالحضور والصلاة من أجل أن يأخذوا الأجر، ولكن حضورهم يزيدنا تشجيعا. فجزاكم الله كل خير كل الذين حضرتم معنا وسبكيتم معنا وأثر عليكم هذا المشهد، فجزاكم الله كل خير. كما أدعو إمام بلدة سيدي عمر مشكورا غير مأمور بأن يتولى صلاة الجنازة ويدعو الله لنا، فجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم وبارك في جميع من حضر، الله يثبت أجر الجميع، وربي يرحمه، وربي إن شاء الله يعوضكم خير، وربي إن شاء الله يأجركم في هذا المصاب يا رب العالمين.
سمعناك لهناك وثباتك، رانا ندعو لك يا ربي وغدوه راه الجمعه ان شاء الله نعاونك ونعاون ربي ان شاء الله. لله ما اعطى ولله ما اخذ.